كانوا درنا يعني شيء كثير جدا باش نرضيو الجمهور ديالنا باش يجي للملعب في مدينه الرباط ما يتعبش، ما يتعبش ويكون يعني في ظروف جيده، ولكن كنتسناو المؤازره ديالو اكثر. اكيد بانه انا في يعني من الناحيه النفسيه ما نتاثرش انا ديال الجمهور، لكن انا تخوفي على اللاعبين، ولكن الحمد لله هنا استماته اللاعبين والرجوله القتاليه ديالهم وتركيزهم داخل رقعه الملعب، ما بقاوش معطلين بخارج الملعب. واظن بانه هذا كتبين لك بانه يعني السمات ديال الفريق المستقبلي قوي غادي يجي. الجيش الملكي ان شاء الله جاي في المستقبل اللي كنتمناو يعني يعني الخاطر ديال الكل يعني تم يعني في واحد الصلح. واظن بانه اللي كان غيجي غيشاغب من اجل مصلحه معينه ديال اشخاص معينين، فاظن بانه هنا بانت المعنى بانه ما تيبغيش فريق الجيش الملكي، هادو خلاع فريق الجيش الملكي. بكلمات لها دلالات عديدة ورسائل وجهت من المدرب رشيد الطوسي الذي ضرب عصفورين بحجر واحد وهو يقود الجيش الملكي لثمن نهائي كأس العرش على حساب فريق أولمبيك خريبكا، في مقابلة وإن حاول خلالها ربان الفريق العسكري إخفاء الضغط الذي يعيشه مع انطلاق موسم جديد تطالب فيه جماهير الزعيم بإعادة الفريق لسكة الألقاب. وبالعودة لتفاصيل المواجهة التي شهدت جولتها الأولى ندرى في فرص التهديف. فريق أولمبيك خريبكا كان السباق للتسجيل بعد عملية منسقة من وسط الميدان سيختتمها بهدف المهاجم الجديد لفريق الخريبكي رشيد تبركانين، مانحا بذلك التقدم لفريقه خلال الجولة الأولى. بداية الجولة الثانية سجلت سعي الفريق العسكري للعودة في النتيجة، وهو الأمر الذي سيأتي في حدود الدقيقة 47 بعد اصطياد ضربة جزاء أعلن عنها الحكم نور الدين إبراهيم بداعي لمس الكرة ليد المدافع باكايوكو بعد تسديدة يوسف أنور. ضربة الجزاء سيترجمها لهدف اللاعب عبد الرحيم شكير الذي أعاد الأمل للفريق العسكري بعد لحظات عصيبة. الفريق الخريبكي أتيحت له فرصة إنهاء المباراة لصالحه من خلال محاولتين، الأولى تسديدة جميلة من ديوف من خارج المعترك قوبلت بتصد أجمل للحارس أنس الزنيتي، والثانية كانت من توقيع رشيد تبركانين الذي فعل كل شيء سوى إسكان الكرة في شباك الحارس أنس الزنيتي على بعد 10 دقائق من نهاية المقابلة. ردة فعل فريق الجيش الملكي ستكون في حدود الدقيقة 88 من خلال اللاعب عبد السلام بن جلون الذي منح هدف ثاني بفرحة خاصة للمدرب رشيد الطوسي. كنشكر على اللاعبين اللي قاموا بواحد المجهود جبار. كما شفتوا تلقينا هدف في البدايه ديال المقابله، بقينا مكونسونطرين على المقابله، حاولنا اللجوء ديالنا. سي رشيد الطوسي عمل واحد التغييرات اللي قاموا بواحد المجهود اللي سجلنا الهدف ديال التعادل، بقينا مركزين في المباراه لقينا الهدف الثاني والثالث. وفي الوقت الذي حاول الفريق الخريبكي العودة في نتيجة المقابلة ومن خلال هجوم مرتد سيتمكن فريق الجيش الملكي من تأكيد تفوقه بهدف ثالث للمهاجم بلال بيات، ويضمن بذلك الفريق العسكري التأهل لدور ثمن كأس العرش حيث سيواجه فريق الرجاء البيضاوي في نهائي قبل